بدأت تقترب من الحدوث لتقلب كافة الموازين الفلكية. فنقلا عن تقارير إعلامية دولية نشرتها وكالة ناسا الفضائية تفيد بأن الشمس اقتربت من أن تشرق من مغربها، خبر نقل من خلاله تحذير خطير لسكان كوكب الأرض من اقتراب انقلاب الحقل المغناطيسي الأرضي، والذي تأكد انخفاضه الآن بمعدل 5% كل 10 سنوات فقط، عوضا عن 100 سنة في السابق، وهو ما ينذر بكارثة في القريب العاجل ستختفي معها التكنولوجيا كما نعرفها اليوم. يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق. لا إله إلا الله. ليس هذا فقط، بل إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه أن من العلامات الكبرى للساعة طلوع الشمس من مغربها. وكان الدهريون والمستشرقون والمعادون للإسلام يقولون كيف يمكن للشمس أن تطلع من مغربها؟ الشمس لها ملايين السنين تشرق من الشرق وتغرب في الغرب، نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق. فأي قوة على وجه الأرض يمكن أن تغير اتجاه شروق الشمس. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. الآيات كبرى للساعة، أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. وطبعا حديث الآيات الكبرى للساعة حديث كثيرة ذكر منها الرسول صلى الله عليه وسلم: الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ظهور يأجوج ومأجوج، ثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. سبحان الله. فكانوا يتساءلون يعني كيف يمكن للشمس أن تطلع من مغربها؟ فتأتي هذه الملاحظة التي لم يدركها العلماء إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، أن الأرض كانت عالية السرعة في دورانها حول محورها عند بدء الخلق، وهذه السرعة في تباطؤ مستمر. فحسبوا ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، قالوا هذا التباطؤ سيأتي بالأرض في لحظة من لحظات عمرها تجبرها على تغيير اتجاهها. على تغيير اتجاهها، ولا ممكن أنها تتوقف مثلا؟ لا، لابد تتوقف قبل ذلك، لكن قبل يعني بعد التوقف ستغير الاتجاه، تتوقف اللحظات يعني أو تضطرب للحظات ثم تغير الاتجاه. الآن تدور من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس صاعدة من الشرق وغاطسة في الغرب. لو تغير هذا الاتجاه ستبدو الشمس صاعدة من الغرب وغاطسة في الشرق. ألا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الحقيقة من قبل 1400 سنة، ويقول أول العلامات ظهورا طلوع الشمس من مغربها، أمر غيبي لم يكن أحد يدركه في زمانه ولا لقرون من بعده. فيأتي العلم التجريبي، تأتي العلوم المكتسبة لتؤكد على إمكانية حدوث هذه الحقيقة في لحظة من لحظات عمر الأرض بسنن قائمة موجودة حاليا، وأغلبها تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. سبحان الله. ليس هذا فقط، بل إن هذا الاستقراء يقول قبل أن تغير الشمس اتجاه دورانها ستمر بلحظة اضطراب. هذه لحظة الاضطراب قد تطول فيها طول اليوم أو يعني بشكل العقل البشري لا يستطيع أن يتخيله. وفي حديث الدجال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حينما سئل عن لبثه في الأرض، كم تلبث فترة الدجال؟ قال 40. بعضهم قال 40 يوم، لكن أغلب الروايات أنه 40 يوما. يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا أقدر له. بمعنى إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعد ظهور الدجال أو في وقت ظهور الدجال سيحدث اضطرابات كونية كبيرة. من هذه الاضطرابات أن الدجال سيمكث في الأرض 40 يوم، وال40 قال الرسول يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة،
وسائر أيامهم كأيامكم الآن. فترة الاضطراب دي يستنتجها العلماء الآن من تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها. يقول هذا التباطؤ سيؤدي بالأرض أن تتوقف عن الدوران ولو باللحظة، ثم تغير اتجاه الدوران. وإذا غيرت اتجاه الدوران ستضطرب لفترة. فترة الاضطراب هذه تطول فيها الأيام يعني بشكل ملحوظ للغاية. سبحان الله. طيب من الذي علم الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم؟ من كان يضطر أن يخوض في أمر غيبي كهذا لو لم يكن موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض؟ سبحان الله. لذلك أقول هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا.